في تركيا ارتفع في الأيام الماضية سعر الحمار من 200 ليرة تركية إلى 1000، والسبب زيادة الطلب على الحمير ولا سيما الأتن أي إناث الحمير المنتجة للحليب. أما سبب زيادة الطلب على هذا النوع من الحليب الذي يصنف بأنه الأغلى في العالم فهو تمتعه بقدرات علاجية كبيرة لعدد من الأمراض، إضافة إلى قدرته على تأخير علامات الشيخوخة، وهو ما جعله يدخل في تركيب عدد من مستحضرات التجميل في أوروبا، حتى إن ثمة من يعتقد أنه سر من أسرار الرشاقة. ويحكى أن سر رشاقة كليوباترا وجمالها يكمن في أنها كانت تستحم بحليب الحمير. قصدنا أحد مربي الحمير في منطقة شحيم نسأله إن كان يعلم سر حليب الأتان، فوجدنا لديه الوصفة. أنت بتعرف أنه حليب الأتان أو الحمار مفيد؟ معلوم مفيد للحساسية وللربو. هلا إذا واحد مثل حكيتنا يعني كبير عمره بياخذ بيرتاح، بس إذا طفل عمره 5-6 سنين مسحة رسول ما بيعود يتراجع، بتروح منه الحساسية والربو. أنتم مجربينه للحليب؟ طبعا مجربينه بحالنا بأولادنا. وكيف طعمته؟ حلو مثل قرن الخروب طعمته مضئ أطيب من الحليب المعزة. عم بحكيكي جد. تسألي كثير وقالت لي امي ستك راح تجيب مثل حلبة حمارة بكل ضيعة في 2 بكل بيت، حمارة حمارتين هي حلبوا لي وسقوا لي وما عجبني شيء. يعني دواء بتستعمله حليب؟ ايه دواء معلوم، بس العالم تقرف منه. هو بيقرف مش الحمارة. انتم مستعملينه لهذا الحليب؟ ايه مستعملينه، بس الاولاد ما معهم خبر لان اكيد بدهم يقرفوا، بس هو نفس الطعم نفس الشيء. شو صار بس استعملتيه؟ شو صار؟ ما بقى في شيء لا سهله ولا حساسيه ولا شيء. وفي المناسبة العم لطفي كشف لنا سر المثل الذي يقول شبعان من حليب امه. هيك بيقولوا شبعان حليب امه، هذا بيقولوا شبعان حليب امه اخذينا عن الحماره والحمار اخذينا عنه مش عن امه وبيه، لانه هالقد مفيد الحليب. ايه طبعا شبعان حليب امه. وإن كانت تركيا واليونان وفرنسا وتشيلي من أشهر البلدان المنتجة لحليب الأتن أو كما يسمى عادة حليب الحمير، فما الذي ينقص لبنان اقتصاديا ليصبح دولة منتجة هو الآخر. نحن أولا بحاجة لاستخدام سلالات جديدة من الحمير المنتج العالي الإنتاجية. 2 نحن بحاجة للأعلاف الكافية اللي نأمنها لناخذ منها برودكت أو منتج عالي الجودة. يعني الحليب العادي الرو بتراوح إذا كان عالي الجودة لل $75، ببلش من 35 لتر لل $75. الأجبان كتير عالية سعرها، حوالي كيلو من الأجبان حوالي $1250، لا يقل عن $1250. فهل ينصف اللبناني الحمار في بلد لا يجد فيه المواطن من ينصفه؟ حمار وبتحكي؟ كل الحمير بتحكي، بس انتو ما بتفهموا عليهم لأنكم بني آدمين أجلك. حليمة طبيعة، قناة الجديد.